مساء الفل يا قفشه. كابتن مساء الفل على حضرتك. يعني كلام حضرتك ده كبير جدا عليا وانا فعلا يعني النهارده مبسوط جدا ان انا طالع مع حضرتك. يمكن دي اول مره ابقى طالع في حلقه وابقى مبسوط بجد، وانا جاي مبسوط يعني عايز اطلع، اول مره في حياتي ابقى طالع حلقه فعلا وابقى مبسوط بجد. فبشكر حضرتك على الكلام الجميل ده يا كابتن. احنا اللي بنشكرك انك لبيت الدعوه، وانت دايما بتنور. ربنا يخليك. ودايما حلقاتنا بتبقى جميله من فضل الله. رب ان شاء الله تستمر الحلقات في الجمال. لكنه اكيد مبسوط كمان. انت كنت متخيل ان الناس تحتفل بالقضيه الاحتفال ده بالشكل ده يا قفشه، ولا السنه دي الاحتفال شويه اوفر؟ لا والله يا كابتن، هي كل ما الوقت بيبعد يعني أيوة. كل ما الايام بتعدي كل ما الاحتفال بيبقى احلى والله. والله. بس انا النهارده يعني عملت حاجه كده، وانا قاعد في البيت طول اليوم. احنا بنتمرن الساعه 11، فروحت البيت نمت ساعه كده، وبعد كده صحيت قاعد في البيت. انا تقريبا شفت كل الفيسبوك من تليفون مراتي، وشفت كل اليوتيوب، شفت كل كلام الناس، شفت الناس بتقول ايه، شفت كل الفيديوهات. فانا حاسس ان النهارده يوم عيد ميلادي. يعني النهارده عيد ميلادي، مش والله. يعني عيد ميلادي اللي انا اصلا اتولدت فيه. الاحتفال ما بيبقاش فيه زي كده فعلا. فانا عشان كده جاي مبسوط، وجاي حابب ان انا ابقى موجود، وجاي حابب ان انا ابقى مع حضرتك واتكلم مع الناس واكلم جماهير النادي الاهلي، عشان حاسس ان هم مبسوطين وعايزين يشوفوني. فعشان كده حبيت ان انا اطلع، وحابب ان انا ابقى مبسوط وابسطهم يعني معايا. حلو ان انت مبسوط، ويا رب دايما مبسوط وفرحان. يوم عيد ميلادك يعني بتشبه اليوم ده، الهدف ده، الانتصار ده بعيد ميلاد قفشه. والله يا كابتن زي ما بقول لحضرتك، انا تقريبا بقيت احتفل باليوم ده اكتر من يوم عيد ميلادي والله. يعني انا عيد ميلادي اللي فات ما احتفلتش بيه، لان احنا كان عندنا ماتش السوبر في الكاس مصر في الزمالك اللي هو بتاع السعوديه. نعم. فانا عيد ميلادي 6/3، الماتش كان 8/3. صح. ما الماتش اللي كسبنا فيه 2-0 ده اللي انا جبت فيه جون برضه. انت جبت جون وعملت جون. فما احتفلتش عشان فشوف النهارده حتى لو انا ما احتفلتش مصر كلها بتحتفل. مصر كلها بتحتفل. فدي حاجه كبيره طبعا. السلام عليكم. طبعا دي اول مره يظهر فيها قفشه في برامج حواريه بعد برنامج ابراهيم فايق والمشاكل اللي كانت حصلت في الفريق، طبعا بعفويته وتلقائيته اللي بيتكلم فيها بكل صراحه. خلينا نتكلم، هو بيقولش كلمات، لكن هو في بعض الكلام المفروض ان هو يتقال وبعض الكلام ما يتقالش. قفشه انسان طيب وعلى نياته وبيتكلم بكل صراحه. المفروض طبعا ان هو النبادي طبعا طالع بعد الالتزام ببعض التعليمات، لان طبعا محمد رمضان المدير الكرة الجديد او المدير الرياضي للفريق الموجود الجديد يعني ما بيرحمش زي ما بيقولوا، والعقوبات بتكون صارمة. لكن قفشه انسان طيب ومحبوب من زملائه ومن الفريق. كمان ما ينفعش ان احنا نفوت ذكرى القضية او التسعة ومن غير ما نجيب صاحب الفرح او عريس الليلة اللي هو قفشه، لان اصبح ذكرى القضية والبطولة التاسعة للنادي الأهلي اللي أخذها من غريمه التقليدي الزمالك، أو من فريق الزمالك، لأن الزمالك ما بقاش غريم تقليدي تقريبا للأهلي خلاص، ولا بقاش منافس ليه سواء محليا ولا إفريقيا. فما ينفعش نفوت الكلام ده من غير ما نجيب قفشه، لأن أصبح مرتبط اسمه بالقضية بعد ما تم التعليق على ذلك من عصام الشوالي، والكلمة أصبحت مرتبطة بقفشه. وكل سنة أصبحت جماهير النادي الأهلي تحتفل بالقضية في وجود محمد مجدي قفشه، اللاعب المهم والمحوري واللي بيفرق مع النادي الأهلي لما بيكون في مستواه. الفترة الأخيرة الحقيقة قفشه كمان مستواه زاد كبير جدا، بدليل حتى أن مارسيل كولر لعبه في المباراة الماضية من بداية المباراة، وهو لما بينزل الحقيقة بيكون له تأثير كبير مع النادي الأهلي، تقريبا بيغير مجرى المباراة وبيكون ليه أهداف مؤثرة كتير، وأكتر من قضية اتسجلت باسم قفشه، منها طبعا الهدف الثاني اللي جه في بيراميدز في المباراة الأولى في الدوري، اللي بدأت المباراة دي تكون تغيير لمجرى بطولة الدوري وطريقها للوصول للنادي الأهلي مرة أخرى. طبعا بنبارك لجماهير الأهلي بذكرى التاسعة، كل سنة وهم طيبين، وكل سنة وفريق الزمالك طيب برضه بمناسبة التاسعة، وطبعا بنتمنى لقفشه التوفيق.